اهم حاجه في فري فاير الهيت شوت وشحن الجواهر. فالهيت شوت اتكلمنا عليه قبل كده، اما شحن الجواهر فلسه بنبدا. فبتكون بتتفرج على المشاهير وبيكون معاهم جواهر كتيره، سواء كان علي عمر او ادم شوكولاته او حتى باقي اليوتيوبر. بس انت تيجي تشوف جواهرك للاسف بتلاقي ضعيفه وضئيله جدا. بس في الفيديو ده حالك هيتغير تماما، هتتحول من كده لكده. بس عشان ده يحصل لازم تشاهد الفيديو للنهايه وما تفوتش منه ولا لحظه. وما تنساش لايك وشير واشتراك وتفعيل زر الجرس وفاصل ونواصل. اول حاجه صلى على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. في فيديو النهارده يا شباب جايب لكم طريقه روعه جدا جدا، وبعد الفيديو ان شاء الله تشحن جواهر وتقدر تحرق المتجر الغامض باذن الله. ولكن ركز معاه في الطريقه لان ديت ثغره يا شباب. هي جوجل بلاي ونقاط التشغيل، بس مش اللي انت بتستخدمها. ليه؟ نقاط التشغيل انت اللي بتستخدمها من نقاط التشغيل الامريكيه او المتجر الامريكي. احنا هنعمل ثغره هتخليك تشتغل على متجر تايواني. المتجر ده اول ما بتسجل فيه بتاخد نقاط تقدر تشحن بيها على طول. يعني هتشوف دلوقتي زي ما انت هتشوف. ولكن لو ما تعرفش يعني ايه نقاط تشغيل ممكن تبحث على اليوتيوب او تكمل معانا الفيديو وانت هتفهم. يعني من الاخر هتشحن، يعني هتشحن. فيلا بينا على الشرح عشان ما نطولش عليكم، وهنشوف هتقدروا توصلوا الفيديو ده ل 2000 لايك ولا لا. بقى الشباب اللي هنحتاجها في الفيديو النهارده باندا في بي ان والوردس او جوجل ووردز. الرابط مباشره في الوصف يا شباب، ولو عايزين تاخدوا اساميهم وتحطوهم في جوجل بلاي وتنزلوهم براحتكم يا شباب. الرابط في الوصف برضو من جوجل بلاي. دلوقتي يا شباب لازم نعمل اساسيات، واول حاجه نعملها لازم نعمل ايميل جيميل جديد، ايميل جيميل او ايميل جوجل بلاي جديد. لو عايز تتعلم ازاي تعملها روح ابحث على اليوتيوب ازاي تعمل ايميل جيميل جديد. فعشان دي لازم تعمله، فلازم تعمل ده. فتعمله ازاي؟ لازم تبحث على اليوتيوب وتعالى تاني لازم تعمله، وانا هقول لك نبذه مختصره عليه. تدخل على متجر بلاي، شايف الايميلات اللي بتكون موجوده هنا اللي هي صورتك؟ الايميلات ديت لازم تكون معاك ايميل جديد. انا معايا ايميل جديد اللي هو اسمه احمس وكاموس اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ايميل جديد انا عامله، فهو ده اللي هيكون معانا في فيديو النهارده. تمام. بعد ما تعمل ايميل جيميل جديد، بعد ما تشوف باي طريقه انت عارفها، هنيجي بقى اول حاجه ندخل على تطبيق باندا في بي ان. بعد ما يحمل معانا بالشكل ده هيفتح معانا زي ما انت هتشوفه دلوقتي. هيفتح معانا هنا هنقول له غلط، وبعدين هيقول لنا حدد اسرع خدمه هنضغط عليها، وهننزل تحت خالص. هنفضل ننزل تحت شويه كده، هنفضل ننزل تحت لحد ما نلاقي حاجه هنشوفها دلوقتي. تايوان تشاينا 1، تايوان تشاينا 1 اللي هي دي. ايوه هي دي، هتضغط عليها. ثواني بس نوطي الصوت، هوطي الصوت على الاخر عشان بعد ما يجي لنا هنا نقول له استخدام مجاني هيجيب لنا اعلان يا شباب. هيجيب لنا اعلان، هنشاهد الاعلان وارجع لكم تاني. وكده يا شباب فاضل ثانيه واحده على الاعلان. خلاص الاعلان خلص، هنضغط غلط وبعدها هيتصل مجانا على طول نقول له موافق. وبكده بيعمل الفي بي ان على طول زي ما انت شايف عامل معانا متصل. بعدها بتخرج من الفي بي ان وبتروح على تطبيق جوجل بلاي او متجر بلاي، وتدخل هنا وبتضغط على الصوره وبتروح تختار احمس وكامس اللي هو ايميل احمس وكامس زي ما انت شايف بالظبط كده. زي ما انت شايف كده بعد ما تنزل شويه تحت هتلاقي الايميل اتعمل اكنه صيني زي ما انت شايف كده. كده تتاكد انك ماشي صح. بعدها تضغط هنا وتضغط على نقاط التشغيل اللي هي في الجنب دي، هيقول لك جديد اللي هي الانضمام مجانا. وقتها لما تيجي تضغط انضمام مجانا هيحصل معاك بالشكل ده، هيقول لك اضافه بطاقه ائتمان او سحب آلة او اضافه بيبال او الكلام ده. وقتها انت مش معاك اساسا بيبال، او انت عندك لسه 15 سنه مش معاك بيبال او الحاجات دي مش معاك. الطريقه سهله بسيطه، هتطلع كده على طول وبعدين هتروح على تطبيق ريوردز اللي هو تطبيق ريوردز اللي هو الازرق ده. وبعدين هتدخل كده تقول له نيكست 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 نيكست. بعدها هتيجي تستخدم الايميل اللي احنا استخدمناه اللي هو احمس وكاموس اند كاموس اللي هو ده يا شباب. تستخدم الايميل اللي انت عامله جديد وبعدين هتقول له موافق. بعدها بيحمل معاك شويه لحد ما يجيب لك اكسبت والكلام ده. هنشوفه دلوقتي، كل حاجه قدامكم هتشوفها دلوقتي. مستنيين يا شباب، مستنيين يحمل معانا بس عشان كل حاجه تكون قدامكم، لانه بيحمل معانا ببطء يا شباب، لانه بيقعد بطء شويه علشان انت قاعد على في بي ان. المهم يا شباب حمل معانا زي ما انتم شايفين وجاب لنا اكسبت. يعني لسه بتكلم معاكم جاب لنا اكسبت. بعدها بتضغط على كلمه اكسبت تديله الشروط بس،
وهيجي لك كده هيقول لك اسمك اللي هو الاسم، وبعدين تضغط على الكونتري. سيبك من الاسم، هتختار الكونتري، هتروح على كلمه تايوان، هتختار تايوان. بعدها تكتب في البوستال كود ده تكتب 100 او 103، 100 او 103، اكتب 100 او 103 او دي اسمه الرمز البريدي. لو عايز تعرف اكتر ادخل على جوجل كروم واكتب الرمز البريدي لتايوان وخد اي رمز بريدي. المهم الرمز البريدي ده انا مستخدمه ليا، فعايز استخدمه اوكي 100، وهتقول له كونتينيو. بعدها هيعمل معاك بالشكل ده، ثواني بيحمل معاك برضو علشان يجيب لك. هنقول له كونتينيو يا شباب تاني معلش. وبعدها بيجي لك الواجهه ديت هتقول له استمرار. تمام، هنا بقى بتقعد شويه صغيرين كده يا صاحبي علشان ديت اهم خطوه. ديت اهم خطوه. انا مش عارف، الحمد لله عندي ما عادش كتير، بس عندك ممكن يقعد كتير، فبرضه تستنى. بعدها جالنا بالشكل ده تقول له 18 من 24 العمر بتاعك، وانت ذكر ولا انثى. انا عندي ذكر، وهنا هنستخدم اللغه الانجليزيه. كده خلاص يعتبر خلصنا كل حاجه. يجي لنا كده نقول له نو ثانكس، وبعدها كده استخدمنا التطبيق بكل سهوله وبكل بساطه. ومعلومه التطبيق دي بيديك دولارات جوجل بلاي، بس محتاج وقت كبير كده. لو عايزين اعمل عليه شرح قولوا لي في التعليقات. تمام، بعد بس بنستنى شويه لحد ما يجيب لنا صوره الدولارات ديت، وبعدها بتخرج من التطبيق خالص وبتدخل على اللي هو جوجل بلاي تاني، وبعدين تقول له الانضمام مجانا. شوف المفاجاه بقى، شوف المفاجاه هنا يا صاحبي. هنا دلوقتي على طول هيدخل على طول من غير ما يقول لك اديني فيزا ولا اي حاجه، علشان احنا استخدمنا التطبيق كفيزا ليه. ثم تقول له موافق، وبكده انت تدخل على نقاط التشغيل التايوانيه. هتتفاجئ دلوقتي لما تنزل تحت هتلاقي شويه عروض جامده جدا. هتلاقي عروض اللي هي بقى ايه، نزل التطبيق وخد 5 نقاط. هتلاقي منها نقاط كتير تقدر تجمع. بس قبل ما تستمتع وتفتح وتروح تعمل الطريقه، ركز معايا علشان تشوف كام نقطه من التطبيق وازاي هتكمل بعد كده. هنحمل منهم يا شباب، بتضغط عليها وبعدين بتثبت كده، بتضغط تثبيت، وبعدين بتقول له الغاء بعد 3 4 ثواني زي ما انت شايف كده بالظبط زي ما انا بعمل. هتقول له الغاء، بعدها بتيجي ترجع هتلاقي معاك 5 نقاط، وهكذا تفضل تثبت وتلغي تثبت وتلغي. او لو عايز تثبت التطبيق براحتك انت براحتك، بس الافضل انك تثبت وتلغي، ده الطريقه حلوه. هنقول له تثبيت ونلغاء وهكذا. هنحمل التطبيقات ونرجع لكم تاني. ولحد دلوقتي يا شباب خدنا 75 نقطة، ولسه فاضل 4 نقاط هنستخدمهم قدامكم بالظبط. هنقول له تثبيت ونقول له الغاء وهنقول له تثبيت، وهنفضل نعمل كده يا شباب لحد ما نجمع النقاط. ثواني يعني خلاص مش فاضل حاجة، يبقى معانا 85 نقطة وفاضل تطبيقين. هنقول له تثبيت وبعدين كده هنقول له الغاء. فاضل 5 نقاط معانا، هنقول له تثبيت وبعدين نقول له الغاء. هنا بقى يا شباب المفاجأة ان معاه 95 نقطة. في بعض الاحيان ممكن واحد يوصل ل 100 نقطة، وساعتها ده هيكون اكبر محظوظ في العالم، وقتها يقدر يسحب بكل سهولة وبكل بساطة. في بعض الاحيان التانية واحد هيكون عنده 95 نقطة او يقدر يجمع 95 نقطة زي ما انا جمعت كده، ودي برضه هيكون يعني مش قوي برضه. واحد تالت هيكون معاه 90 نقطة بس، وهكذا وانت وحظك. اسمع بقى، لو انت اقل من ال 95 نقطة بنسبة كبيرة جدا هتكون اقل من 95 نقطة. طب ايه اللي هتعمله بعد كده؟ هتستنى بس لحد حوالي 7 ايام او 5 ايام، وفي تطبيقات بتظهر تاني وتنزلها، في تطبيقات تاني بتظهر وتنزلها، وهكذا. هتجمع اكتر من 100 نقطة، هتجمع 100 نقطة تقدر تستخدم رصيد بلاي. رصيد البلاي يعتبر الواحد دولار ب 100 جوهرة في فري فاير او 60 شدة في بابجي موبايل. المهم يا شباب الثغرة بتاعتنا بقى ان احنا هنستخدم كذا ايميل علشان نعمل الثغره ديت. احنا مش هنستخدم ايميل واحد ونسحب دولار واحد بس. انا بقول لك هتسحب في الفيديو انا قايل لك هتسحب كتير. ايوه هتعمل كذا ايميل. يعني مثلا لو عندكم في البيت 5 تليفونات هتعمل من كل تليفون هتعمل منه الطريقه ديت. يعني هيكون معاك 5 ايميلات، في كل ايميل تقدر تسحب منه 1 دولار كل حوالي 7 ايام. تمام. طب ايه تاني تقدر تعمله؟ تقدر تعمل من كل تليفون 7 ولا 20 ايميل. تقدر تعمل من كل تليفون 20 ايميل بنفس الطريقه. يعني هيكون معاك حوالي 20 ايميل في كل تليفون، 20 في 5 ب 100 ايميل. ال 100 ايميل تقدر تعملهم، بس ده كله محتاج تعب يا صاحبي، محتاج تعب. انت ممكن على قدك تعمل بس 5 ايميلات او تعمل ايميلين على حسب اللي انت محتاجه. محتاج 200 جوهره تعمل ايميلين بس، محتاج 300 جوهره تعمل 3 ايميلات بس. هي دي الفكره يا شباب، واستخدموا التطبيق بطريقه قانونيه
القانونيه. بس الناس هتقول لي يا منعم انت قلت لنا هنشحن على طول بعد الفيديو. ما هو مش ذنب يا صاحبي، هي نقاط التشغيل معتمده على كده. نقاط التشغيل معتمده انك تجمع نقاط عن طريق التنزيل. انت لما بتيجي تجمع النقاط هتكون معاك 95 نقطه، ده حاجه روعه جدا جدا. في التطبيق الامريكي 95 نقطه بتقعد فيها مش اقل من شهرين، مش اقل من 3 شهور 3 ماشي، يعني كتير. بعدها بس انت هتقعد 5 ايام 7 ايام وهتقدر تشحن $1 من كل حساب فيه، هتقدر تشحن على طول. انت دلوقتي تروح تستغل الفرصه وتروح تعمل حسابات دلوقتي حالا، علشان لو استنيت 3 4 ايام 5 ايام لسه المتجر الغامض ما خلصش، تقدر تشحن المتجر الغامض. بس كده يا شباب، يا ريت تقدروا تعبنا، والله بتعب جدا جدا عشان اقدم لكم المحتوى ده. لو وصلت الفيديو ده ل 2000 لايك في اقل من 24 ساعه هعمل فيديو تاني ان شاء الله، أو اي حاجه بتنزل جديد عن الحاجات دي هعملها ان شاء الله، مع انها بتكون تعب ليا والله. المهم يا شباب، يا ريت تفعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم، وانتظرونا في فيديو جديد، وسلام.